هو متخصص بس يعرف الناس من شكل الحاجة. يعني واحد قال ان هو مثلا على سبيل المثال لو في حد من الناس اللي حواليه اللي هو حاجه بيحس ان هو مرة من فوق هنا شويه عارفين هذا البروسس اللي بيعملوا حركه كده لو ان هو حاجه من فوق شويه لحد ما تطمنوش. بس احنا نتعرف خطوه بسرعه قوي نحاول نتجاوز الحته ناخده حاجه ثانيه ماشي نكمل ولا لا؟ بسرعه نكمل. رقم واحد الجامعه او الجوه الجامعه العريضه الشخص اللي بيقرا عريضه ده حد بيوصف في الناس. يعني الشخص واحد بيقرا عريضه ده بيوصف في الناس. الشخص اللي طالع له الحته دي تبع فوق عشان اللي هي الشعر ده حد بيفكر كتير قوي مع نفسه. لو هو جاي يحتاج هو حد الناس اللي بتفكر هي بنات بتقول ايه بنات بتقول كده. بعد كده ننزل على العين. العين السيئه دي معناها ايه؟ لا مش فوق هي نقص العين السيئه العين اللي هي حفر الذكاء. يعني لو شخص عامل شخص عينيه سيئه يعرف ان الشخص ده ذكي قوي. الشخص ده اللي عليه وضع كريم. الشخص اللي عليه وضع كريم اي حد عليه وضع كريم. طب الحاجب بقى نفسه الحاجب يا جماعه ممكن تكون ولا ازاي كده؟ الحاجب بسرعه الحاجب اللي هو عارفين في ناس حواليها زي ما قلنا كده زي عادي يعني كده ده شخص الى حد كتير قوي حياته فيها الاستفاده. انما في الشخص اللي عنده شعر هنا كتير قوي يعني حواجبه كثيفه وفي شعر هنا كتير قوي ده واحد بيطلع من المشكله يدخل في المشكله. عاملين مثلا زي تامر حسني. تامر حسني شويه ثاني مع عمرو دياب فالشخص اللي عنده حوالين كتير وعنده هنا قوي ده واحد بيطلع من المشكله يدخل في المشكله. طيب ندخل على احنا قلنا العلم وطبعا الحاجات دي تفاصيل بقى جوه بتبقى يعني دقيقه قوي. ندخل على مثيل الشخص على لهم حاجه عارفين لو في حد هنا مجادل انا عارفه ازاي لهم واحد مجادل كان مجادل جدا بالظبط وانت مجادل الشخص اي حد عنده العظمه دي كامله على قد بروزها ده شخص مجادل. قال لكم موقف انا يا جماعه خلاص الثاني ده كنت انا اشتغلت فتره مدير راجل اسمه راجل كليه حد يعرف. فقعدت في رايح بره لقيت مدير جديد علينا فالمدير ده